بعد هذا السلام حصل الكلام، والكلام بعد السلام أحسن ما يرام، ومن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. سلم النبي، سلم الله على النبي، نقل النبي السلام لعباد الله الصالحين، ثم جاء الهدف من دعوته إلى السماوات العلى، ففرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. النبي ما كان منه إلا أن قال: سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة. سأحمل لأمتي 50 صلاة يصلونها في اليوم والليلة. وينزل النبي يمر على جبريل، وجبريل ما زال في مقامه لم يتحرك، لأنه لا يتحرك بإرادته، إنما يتحرك بأمر الله. وفي علم الله أن هذا النزول ليس هو النزول النهائي، ما زال محمد سيرجع لمكانه. السلام عليك يا جبريل، ينزل. السلام عليك يا إبراهيم، ينزل إلى السماء الثانية. السلام عليك يا موسى، وعليك السلام، تعال. لم يخاطبه جبريل، لم يخاطبه إبراهيم، خاطبه موسى في السماء السادسة: يا محمد، ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: يا موسى، فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال: يا محمد، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. اللهم جاز عنا موسى وجاز عنا محمدا خير جزائك. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. صدق والله. 5 صلوات يدوب، ومن الناس من يترك بعضها، فكيف ب50 صلاة؟ ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيرجع صلى الله عليه وسلم. يمر بإبراهيم: السلام عليكم، إبراهيم ساكت. يمر على جبريل: السلام عليكم، جبريل ساكت. يصل إلى مقامه الذي كان فيه، والله يعلم ما جرى بينه وبين موسى، فالذي أنطق موسى هو الله، الذي أنطق موسى هو الله، والذي أرجع محمدا هو الله. وكان الله قادر على أن يجعلها 5 في البداية، ولكن ليكتب لكم الأجر مضاعفا في 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. رجع محمد، وصل إلى مقامه الذي كان فيه، قال: ربي، إن أمتي لا تطيق 50 صلاة. قال: قد نزعت عنك 5 وبقيت 45. وينزل وينادي موسى: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ 45 صلاة. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. ويرجع: قد نزعت عنك 5 أخرى، فرضت عليك وعلى أمتك 40. وينزل وموسى بالمرصاد: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ 40. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ويرجع وينزع 5. كم يبقى؟ 35. وينزل موسى: كم؟ 35. ارجع إلى ربك. وينزع 5. وينزل 30. ارجع وينزع 5. 25. وينزل 25. ارجع و5 تنقص. وينزل كم باقي؟ 20. ارجع فيرجع فينزع 5، تبقى 15. ينزل إلى موسى: كم؟ 15. ارجع فسأله التخفيف. يرجع فينزع 5، فينزل 10 صلوات في اليوم والليلة. كم؟ 10. ارجع فسأله التخفيف. 10 ما تستطيعون، فيرجع فيسأله التخفيف، فيترك له 5. فينزل ب5 فيقول له موسى: ارجع. حتى 5 صلوات كثيرة لا تستطيع أمتك، ارجع فاسأله التخفيف. وانتهت الرحلة عند 5، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تملكه الحياة في المرة 10.
فقال والله لقد استحييت من ربي، لقد استحييت من ربي، لا أستطيع أن أرجع إليه مرة أخرى. 10 مرات وأنا أرجع، ما عاد باقي إلا 5 من 50. خلاص يا موسى، قال ارجع. النبي صلى الله عليه وسلم مستحي من الله، وموسى مشفق على الأمة. فناداه الله وهو في السماء السادسة: يا محمد، قد أمضيت فريضتي 5 صلوات في العدد، 50 صلاة في الأجر، ومن جاء بحسنة فله 10 أمثالها. في الرحلة العودة الأخيرة ب5 تكلم إبراهيم، ناداه قال له: يا محمد. طبعا إبراهيم علم أن هذه الرحلة الأخيرة، هذا الشوط العاشر الذي ما بعده، فأراد الوداع. قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. ترى إبراهيم يسلم عليكم جميعا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فجعل النبي هذه دبر كل صلاة، لأنها غراس الجنة، ولأنها جاءت بعد فرض الصلاة، وهي رسالة إبراهيم إليكم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم محفوفا بالكرامة والتبجيل، ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام، مارا بالملأ الأعلى سماء بعد سماء، حتى وصل إلى السماء الدنيا مودعا أهلها، ونزل إلى الكون الدوني، نزل إلى الأرض، نزل إلى بيت المقدس، ووجد البراق هناك، فركب عليه كما ركب من قبل، وعاد إلى مكة قبل طلوع الفجر. وهناك وما أدراكم ما هناك، حدث وتكلم النبي وتحدث. تفاصيل ذلك في لقاء